عسلامة عسلامة حبايبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم باش نعمل مع بعضنا قلاية تونسية، قلاية لحمة الخروف مع خبز طابونة سخون. يامي بسم الله وما شاء الله. نودكم ولا نشهيكم، يلا معانا. حطيت مقدار 3 مغارف زيت زيتونة ومعاهم بصلة هكا قصيتها شويدة مثل ما شايفين، باش نقليها هكا نحمرها شوية في الزيت مثل ما شايفين. وعندي 300 جرام لحمة خروف اللي هي لحمة العلوش، هبرة تاع الفخذ، انا قصيتها مثل ما شايفين بالضبط. مش نقليها مع البصل، تعطي هكا تفويحة باهية حتى تغير لونها بشوي. وعندي تفاحات، فلفل احمر حلو وفلفل احمر خشن، كل حاجة لفاحات. مش نحط شوي شوي، اللي الكركم مش نزود شوي، معناها مش نحط مغرفة كبيرة. بعد ما نقليها من كامل مش نحط عليها من الفاحات. والملح مش باش نحطوه من الاول، الملح نحطوه وقت اللي تطيب اللحمه باش في هكا ما تطلعش هكا ناشفه، معناها اللحمه في الاخر ملحو. تلقوا كل التوابل حطيتهم انا في صندوق الوصف، فيكم تشوفوهم وتتبعهم بالضبط. واللي ما فهمش علي اي حاجه يقدر يسالني في الكومنتير وانا نجاوبه. قلهم هكا ومش نمرقها هكا نصب فيه الماء خذا معايا كاس ونص بهذايا، زدت شويه اخر ماء، ومش نحط على نار هادي ونخليها تطيب على راحتها. ما تنسوش حطيت انا كعب طماطم قشرتها، نحيت القشور نتاعها، قصيت هكا مكعبات صغار باش نحطها تفوح اللحمه باهيه تطلع طعمتها في الاخر بسم الله وما شاء الله. نحط على نار هاديه ومش نخليها. شفتوها مثل ما شربت ماها هكا وصارت هكا ناشفه شوي. حطيت الملح وين طابت اللحمه ونخليها حتى تشرب ماها على الاخر، ومش نتعدى في المرحله الاخرى. مش نحضر الخبز، عندي نصف كاس ماء دافي، 7 غرامات الخميرة مش نخلطها مع بعضها، خليها تتفاعل. المرة دي مش نعمل خبز طابونة بالسميد اكاهو. نحط مغرفتين صغار سكر نخليها تتفاعل مع الخميرة على جنب. وانا مثل ما شايفين دائما السميد ولا الفارينة دائما نغربلها، نتجنب هكا شوية اوساخ ساعة ساعة تطلع فيها، نتجنب كل شيء نغربل. نحط مغرفتين صغار قهوة هكا ملح، مش نبسسها بالزيت زيتونة 3 مغارف. أنا السميد 800 جرام، واللي يحب يزود يزود الكمية نتاع الملح وتاع الزيت. مغرفتين كبار ياغورت طبيعي من غير سكر. باش نبدا هكا نخلط في السميد اللي تدخل الزيت الكل ونخليه هكا يتبسش مثل ما شايفين. تفاعلت، تشوفولي الخميرة تفاعلت مع الماء، باش نصبها طول على السميد ونبدا نلم في العجينة. الماء كله كاس وربع عجيني، معناه مش كاس ونص، أقل كاس ماء دافي. والعجينة نقعد نعجن فيها على الأقل حاجة 15 دقيقة 10 دقائق حتى تصير عنا هكا لينة يعني العجينة. ومن بعد مش نبدأ هكا بعد ما تلمت لنا نحطها في بقعة هكا مكان فاضي ونبدأ نعجن فيها أقل حاجة ربع ساعة 10 دقائق ونلم فيها هكا. ما تخافوش، هي لازمها العجينة تجينا طرية شوي باش بعد تطلع معناها باهية في الطيب، تبقى لنا هكا مثل البسكوي تطلع هكا بالضبط. تطلع العجينة خليها سويعة من زمان وبعد نرجع لها نغطي عليها ونخليها في مكان دافي حتى تخمر. شوفولي بعد ساعة تفاعلت العجينة، ونمشي نعجنها بالزيت زيتونة، معناها فطرها بالزيت زيتونة. لميتها هكا دهنت يدي شوي باش تلم معانا خاطر العجينة طرية شوي، ودهنت البقعة اللي مش نحط فيها هكا كعبرتها هكا فتيرات صغيرين مثل ما شايفين. حضرت سخنت الفرن على 250، حضرته باش نعجن هكا نعملهم الكل بنفس الطريقة. ومن بعد مش نبدأ نفطر هكا بالخبيزة ندهن من اللوطة ونعمل ديم يديا بالزيت زيتونة ونبدأ نفطر مثل ما شايفين بالضبط.
كل واحدة نعملها نحطها في الصينية ونخليها تخمر شوية. أنا بعد ما خمرت خليتها 10 دقايق، بعد ندخلها للفرن على 250 من 20 ل25 دقيقة تكون معانا الخبيزات حاضرين وسخونين وبسم الله وما شاء الله نودكم ونشهيكم. شوفولي على الخبيزات تو مش ندخلها للفرن والقلاية نتاعنا حضرت والخبيزات حضروا. رشة المعدنوس من فوق على القلاية، ولو تشموا الريحة نودكم ونشهيكم واكل خبزات. اليوم فطير تونسي 100%. شوفولي على الخبزة طرية، شوفولي بسم الله وما شاء الله نودكم ونشهيكم. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم في كومنتير، ونشوفكم على خير في فيديو جديد. ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ومع السلامة.